أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. قال الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى. وقال سبحانه: وله المثل الأعلى. الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. فمن أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. وقال جل وعلا: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وقال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وقال سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما. هذه الآيات معاشر المسلمين عباد الله تبين لنا أن من أسماء الله جل وعلا الحسنى الرحمن الرحيم. كذلك من صفات الله العلى أنه من صفاته الرحمة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال الله جل وعلا: والله يختص برحمته من يشاء. وقال سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة أنزل بها واحدة بين الجن والإنس وبين الحيوان والدواب وبين البهائم والحيوان. قال: فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. قال: وأخر الله 99 رحمة، وأخر الله 99 رحمة لعباده. قال: يرحم بها عباده يوم القيامة، يرحم بها عباده يوم القيامة. الله عز وجل من صفاته الرحمة. لذلك معاشر المسلمين عباد الله، فإنه ينبغي علينا أن نسعى جادين مجتهدين في تحصيل رحمة الله سبحانه وتعالى ونيل رحمة الله جل وعلا. فإن الله عز وجل قد جعل لنيل رحمته أسبابا. ينبغي للمسلم أن يسلك هذه الأسباب، أن يسلك هذه الطريق، وأن يعمل بهذه الأسباب لينال رحمة الله جل وعلا، لينال رحمة الله جل وعلا. فالله عز وجل يرحم عباده، يرحم عباده، وجعل لنيل رحمته أسبابا. فمن هذه الأسباب معاشر المسلمين عباد الله طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، طاعة الله وطاعة رسوله. فإن الله عز وجل قد أمر بطاعته وأمر بطاعة رسوله، فأمر جميع الخلق فقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله. وكذلك أخص الله عز وجل عباده المؤمنين بالأمر بطاعته وطاعة رسوله، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. والآيات في الأمر كثيرة، ولكن شاهدنا أن طاعة الله وطاعة رسوله سبب لنيل رحمة الله جل وعلا. قال الله سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه في صفات أهل الإيمان: ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فمن أسباب رحمة الله طاعة الله وطاعة رسوله. ومن طاعة الله جل وعلا اتباع كتابه، فإن ذلك سبب لنيل رحمة الله. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه فهي سبب لنيل رحمة الله. قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لنيل رحمة الله جل وعلا. كذلك من أسباب رحمة الله تقوى الله سبحانه وتعالى وإيتاء الزكاة، وكذلك الإيمان بآيات الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال الله سبحانه:
واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فتقوى الله من أسباب نيل رحمة الله، وتقوى الله هي فعل الأوامر، اسم جامع لفعل الأوامر واجتناب النواهي. كذلك من أسباب نيل رحمة الله سبحانه الإيمان بالله والعمل الصالح. الإيمان بالله والعمل الصالح. قال الله سبحانه: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. من أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. إن الله غفور رحيم. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فالإيمان برسول الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لنيل رحمة الله جل وعلا. كذلك من أسباب نيل رحمة الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الشعيرة شعيرة من شعائر الإسلام التي يتقي الله عز وجل عباده المؤمنين بها. وكذلك فضل الله عز وجل هذه الأمة بها فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهي سبب لنيل رحمة الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. إقامة الصلاة كما أمر الله عز وجل بها هي سبب لنيل رحمة الله. قال الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إن الله عزيز حكيم. فإقامة الصلاة معاشر المسلمين عباد الله سبب لنيل رحمة الله. كذلك من أسباب نيل رحمة الله جل وعلا الإحسان. الله عز وجل قد أمر بالإحسان: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والله عز وجل قد كتب الإحسان على كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. الله عز وجل قد كتب الإحسان على كل شيء. لذلك فإن الإحسان سبب لنيل رحمة الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. معاشر المسلمين عباد الله، ينبغي علينا أن نكون من المحسنين إلى الجيران ومن المحسنين إلى المسلمين أجمع من أجل أن ننال رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك
كذلك معاشر المسلمين عباد الله من أسباب نيل رحمة الله سبحانه أن ترحم الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الطبراني من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم من في السماء، الراحمون يرحمهم الله. وجاء في الرواية الأخرى: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. فإذا رحمت من في الأرض سواء من الناس أو سواء من الحيوانات أو غير ذلك من الأشياء من أهلك ومن غيرهم، فبرحمتك لمن في الأرض يرحمك الله سبحانه وتعالى، يرحمك الله جل وعلا. كذلك معاشر المسلمين عباد الله من أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى السماحة في البيع والشراء، السماحة في البيع والشراء، أن تكون سهلا في بيعك، أن تكون سهلا في شرائك، أن تكون سهلا في قضائك، فإن ذلك من أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث جابر عند الإمام البخاري قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فعليك أن تكون سمحا أي سهلا في بيعك وشرائك وقضائك، عليك أن تكون من العافين عن الناس في بيعك وفي شرائك وفي قضائك، لا تكون من المتفجرين ولا تكون من الغلظاء في البيع والشراء، فإن ذلك مناف لرحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك معاشر المسلمين عباد الله من أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى صلاة الليل، قيام الليل بالصلاة، وقيام كذلك أن تقوم وتصلي من الليل، وأن تقيم زوجتك وأهلك، فإن ذلك سبب لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أقام زوجته فصلت، فإن هي أبت نضح على وجهها من الماء. وقال: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أقامت زوجها، فإن أبى نضحت على وجهه من الماء. فقيام الليل معاشر المسلمين من أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى، من أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا جميعا معاشر المسلمين أن نسارع في هذه العبادة العظيمة التي وصفها الله عز وجل عباده المؤمنين بأنهم يقومون الليل وبأنها تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا وهم يقومون الليل. فعلينا أن نقوم الليل لنصلي لرب العالمين سبحانه وتعالى من أجل أن ننال رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك معاشر المسلمين عباد الله من أسباب نيل رحمة الله جل وعلا انتظار الصلاة بعد الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على
صلاته في بيته وفي سوقه 27 درجة. قال وذلك أنه إذا توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ولم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. وفي الرواية الأخرى أن النبي قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يرفث وما لم يحدث فيه أو ما لم يحدث فيه وما لم يؤذ فيه. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الملائكة تدعو للمنتبهين للصلاة بعد الصلاة بالرحمة. كذلك من أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى أن تقول أو أن تحمد الله جل وعلا عند أن تتعطس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا سمعه صاحبه أو أخيه فليقل يرحمك الله، فليقل يرحمك الله. فمن أسباب نيل رحمة الله أن تحمد الله عند عطسك أيها المسلم عبد الله. فهذه بعض أسباب رحمة الله التي تيسر لنا ذكرها في هذا المقام. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يتغمدنا برحمته إنه جواد كريم، والحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. معاشر المسلمين عباد الله، سمعتم بعض أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى، فينبغي علينا المبادرة إلى فعلها والمسارعة في فعلها. عباد الله، إن الله عز وجل قد أمر بفعل الخير في جميع الأيام والشهور، وقد أمرنا أن نتعرض لنفحات رحمة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل إذا عملنا بهذه الأسباب في سائر الأوقات فإنه سيرحم عباده وسيرحم العاملين بهذه الأسباب. ولكن هناك مواسم قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، وأن نتعرض لنفحات رحمة الله سبحانه. فعند الإمام الطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بسند يحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا الخير دهركم، افعلوا الخير دهركم. وذلك أمر مطلوب بأن نفعل الخير في جميع دهرنا. ثم قال: وتعرضوا لنفحات رحمة الله، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، يصيب بها من يشاء من عباده. فالله عز وجل له نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ينبغي للمسلم أن يتعرض لهذه النفحات. ونحن قادمون على شهر رمضان المبارك، فإنه أعظم موسم تكون فيه نفحات رب العالمين أو نفحات رحمة رب العالمين. ينبغي لنا أن نتعرض لنفحات رحمة الله في هذا الموسم العظيم،
وأعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم ذل الشرك والمشركين أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم عليك بأمريكا ودولة اليهود إسرائيل. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم وبمن تآمر معهم وتمالأ معهم على ضرب المسلمين وعلى الاعتداء على المسلمين. اللهم من أرادنا أو ببلادنا أو بديننا أو بعقيدتنا سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه واشغله في نفسه يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين.